السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة متتبعي الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، يوم مبارك سعيد للجميع. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بحسن الأحوال. متتبعي الكرام، خيرا إن شاء الله. ربما غادي تسولوني علاش قلت خيرا إن شاء الله، لأنه مبادرات ديال الخير بدات كتعطي الريحة ديالها، بداو يبانو الحمد لله رغم كل الصعوبات. فكنتمناو الخير ان شاء الله لهاد البلاد، لكن الا بغينا الخير لهاد البلاد خصنا الناس ديال الخير، خصنا الناس اللي بغاو الخير لهاد البلاد. اولا بغينا واحد الفجوة سياسية بحال اللي كانت النهار اللي يلاه طلع سيدنا على العرش نصره الله وأيداه، ودار اللجنة ديال المصالحة وتصالحنا مع الذات. فما أحوجنا إلى المصالحة. نشوفوا الناس ديال الريف معتقلين ديال الريف، ونشوفوا الأستاذ محمد زيان الله يفرج عليهم. تكون شي فجوة وتكون شي مبادرة من المبادرات ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. رجاء سيدي، إلا ما أحوجنا إلى ما كنا عليه في التسعينات وفي الألفينات، شي فجوة تكون باش ننهضوا بهاد البلاد ونزيدوا بها لقدام. بركة يكفي ما عشناه، خاصة مع هاد الحكومة هادي. يكفي بركة، الله يجعل شي بركة نبدلو تاني. ما أحوجنا إلى من يخدم البلاد بإخلاص، ماشي الحكومة ديال التكنوقراط غير الحسابات في الوقت، غير التجارة، غير البيع والشراء، ولا كل شي حساب، ولا الحساب في الصحة ديال الإنسان، ولا في التعليم ديالو، ولا في السكن ديالو، ولا في كل شيء. رغم كتعرفوا معشر المسؤولين ومعشر المغاربة كاملين، كتعرفوا راه القضية ديال هاد الشيء اللي كنعيشو اليوم راه يمكننا نعيشوه بلا هاد الشيء كامل، غير بالمبادرات الإنسانية. شوفوا ما وقع بالأمس القريب في الزنزال ديال الحوز، في الوقت اللي ضام الشعب المغربي وخلقوا معجزة اللي كيتكلم عليها العالم كامل. ولهذا كنتمنى نرجعوا كما كنا دائما كنقولها، نرجعوا إخوة على سرور متقابلين. مالنا على هاد المحاكة، راه ولينا في المحاكة، ولينا بحال الله عديان. واش دابا كتم غادي في الطريق كتشوف البوليسي او لا الجدارمي ما كتحسبوش مازال هذاك الانسان جدارمي ولا بوليسي، كتحسبو العدو ديالك. لانه علاش؟ بقاو التطبيق ديال القوانين وماشي حتى شي قوانين رجعيه. دخلنا عليكم بالله عالي وعقال هذا في بلاصه باش تمشيو للشركات اللي صنعوا هاد المواطر هادو، والناس اللي دخلوا هاد المواطر هادو من الشينوا او لا من اي دوله من الدول، دخلوهم للمغرب ب 49 او لا ب 48 او لا باش ما دخلوهم.
وتعاقبوهم وتفرضوا عليهم الغرامات وتدبروا راسكم معاهم بهذا الاسلوب هذا. ماشي المواطن المغربي البسيط اللي شرا الموتور بدم جوفو وبالكريدي وعلم الله باش شراه يولي يدي الثمن ويمشي ليه الموتور ديالو وتكون عنده متابعه في المحاكم. هل يعقل هذا؟ والناس اللي داروا فينا هي الديوانه؟ فينا هي لونسا؟ فينا هما الناس؟ راه هادو هما اللي خصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم. دائما كنقولها رجاء ثم رجاء معشر المسؤولين والرقابه يا عباد الله. نتوما راقبوا قبل ما تدخل واحد الحاجه وراقبوها قبل ما تطبقوا شي قانون وفرشوا ليه بهذا الاسلوب هذا. حنا كنهضروا بالدارجه، فرشوا ليه. نتوما خرجوا الوسائل ديال الاعلام، ياك عندكم الدوزيم، ياك عندكم الاولى، ياك عندكم الرابعه، ياك عندكم ميدي ان تي في، ياك عندكم بزاف ديال المواقع. شرحوا للمواطن. نتوما تواصلوا والتواصل عباد الله، وشرحوا لعباد الله وشرحوا للناس. ماشي عندكم واحد الفكره شناهي هي الا شرحنا للناس غيتخباو، غيخبيو هذا الشيء هذا وما نبقاو نقفلوا على والو. راه نضربوهم على غفله، وراه كتضربوهم على غفله. راه المغربي مقصح بارك عليه غير هذا الشيء اللي كنعيشو. ثم مادام ذكرنا هذه العيشه هذه، رجاء كذلك الا ما ثم راقبوا، ندويو التنعيه ونرجعوا للرقابه. ثم راقبوا يا الناس ديال العمالات، يا الناس ديال السيرفيس دو فرود والسيرفيس ديجيان والسيرفيس دو بري. نتوما اش كديروا في البيروات؟ نتوما خرجوا دوروا، نتوما راقبوا. راه هادشي كيبقى على ارقامكم، على عاتقكم. كانت نتسارى في المواقع ديال التواصل الاجتماعي. إذ بيا اتفاجأ غير قبيله بواحد الطوموبيله هزه طون ديال اللحم خانز كيتباع كفته لعباد الله في الدار البيضاء. شدوه في بوسكوره، شدوها رجال الدرك، وتحيه لرجال الدرك من هذا المنبر. رفعوا لهم القبعه. فين ما مشيتي كتلقى رجال الدرك هما الاولين اللي كيديروا هاد المسائل هادو. ثم اين دوركم انتم يا اصحاب العمالات؟ فين هما الدور ديالكم؟ بغيناكم الله يجازيكم بخير وتراقبوا. ما احوجنا الى الرقابه. راه ما كاينش اللي وصلنا لهاد الدرجه هذه اللي وصلنا الا عدم الرقابه. ما كاينش اللي يراقب حتى كيوقع داكشي اللي كيوقع. عاد غادي نجيو ونعاقبوا المواطن اللي ما عنده ذنب في حتى شي حاجه. دخلنا عليكم بالله دابا هاد موالين المواطن شنو ذنبهم؟ اش من الذنب اللي ارتكبوا هاد الناس هادو؟ والسيد شاري موتور بفلوسو، ما عنده هو سوق الماكينه تكون عنده 49 ولا 48 ولا حتى 60. نتوما راقبوها في الاول في الدخله. هاد المصدر اللي كيصدر لنا حنا هاد المواطن هو اللي خصو يتعاقب، وهو اللي خصو يرجعوا ليه المواطن ديالو ويرد للبلاد من فلوسو بهذا الاسلوب هذا. وهاد لاجونسات هاد لاجونسات اللي كيبيعوا هاد المواطن ماشي المواطن يعلم الله كيدار باش شرا هذاك الموتور باي طريقه من الطرق، بالكريدي او لا من غير الكريدي او لا باع او لا دار شي حاجه باش شرا الموتور. وفي الاخر تعاقبوه هما وتسخسخوه بهذا الاسلوب هذا، يتسخسخ ويطلعوا يهود في المحاكم. علاش؟ وما ذنبوا حتى حاجه. ثم مادام كنهضروا على هاد القضيه هذه، دخلنا عليكم بالله ماشي عار وماشي عيب وماشي حشومه اللي الناس اللي ضربوا من الزنزال بالامس القريب يبقاو
في القياطن إلى يومنا هذا. زعما اش اللامبالاة؟ واش هادوك الناس ماشي مغاربة؟ واش هادوك الناس ما يستحقوش طريق؟ ما يستحقوش سبيطار؟ ما يستحقوش المدرسة؟ ما يستحقوش البومبية؟ ما يستحقوش طريق الماء الصالح للشرب؟ لولا فضل الله دائما كنقولها. وذاك الولد او الرجل بصح التعبير امين انميل والمحسنين ديالو جزاهم الله خيرا على كل ما يقومون به. سيد دار طرقان، دار لعباد الله الماء، دار. ثم اسالكم اين دوركم انتم يا اللي باغيين يترشحوا، يا الناس اللي باغيين يترشحوا، ولا غتخليوه تاني الانتخابات وديروا لنا به السبه؟ غادي نديروا لكم، غادي نفعلوا لكم كما كتقولوا لنا دائما، وغير قول الاقاويل فقط. اما شي حاجه على ارضيه الواقع ما كايناش. فكنتمناو خير ان شاء الله. كنشم الريحه ديال الخير جايه لقدام، وكنشم كذلك الريحه ديال تحسين الاوضاع. فرجاء إلا ما حسنوا الأوضاع ديال البلاد، السمعة ديال البلاد ماشي في البنيان، السمعة ديال البلاد ماشي في التباهي الخاوية، السمعة ديال البلاد هي باش توفروا المواطن المغربي كل ما يحتاجه، سواء من صحة أو تعليم أو سكن أو تشغيل اللي يعني تحمر البنادم الوجه ديالو. ماشي هذا الشيء اللي كنعيشو اليوم، سواء من التحرير ديال الملك العمومي بدون بديل، سواء من نزع الملكيه بدون بديل. ثم الله يهديكم يا هاد الناس فين غاديين بالبلاد؟ واش فراسكم غاديين الى ما لا تحمد عقباها؟ إلا بغينا الخير لهاد البلاد راه خاصنا نصلحوا نفوسنا، والناس اللي هما كيمشيو المسؤوليات رجاء اللي في القلب ديالو وحامل معاه الحقد على هاد الشعب هذا ما يمشيش للشأن العام، يمشي لحال السبيل ديالو. بغينا الناس مخلصين اللي كيعرفوا الله الوطن الملك بالحق بمعنى ديالو الحقيقي، ماشي الله الوطن الملك عام القرجوطه الفوق ونصوصه من التحت. رجاء كما كنقول دائما وغادي نقولوا دابا، الوطنيه راه ماشي هي عشاء الملك ولا الصحراء المغربيه. الوطنيه اخلاق، تربيه، تدبر، ثقة، بعد النظر، الرقابة. هذه هي الوطنية. والصرامة في المواقف بدون رشوة وبدون احتيال. فكنتمنى من هذه الحكومات المقبلة إن شاء الله يفرحونا ويكونوا خير سلف، ما يكونوش خير سلف اللي خير خلف بحال هاد الناس هادو اللي لهمهم ديال الواحد هي التجارة، هي البيع والشراء، هي الحساب، هي التنقراط. دائما كما داروا لنا في الغنم ديال اللي في هاد 13 مليار ديال الدرهم، غير هادي كذا كذا كذا، غير الحسابات. لا 20 الحولي ب 2000 درهم خلصنا عليه، دادا لحقتوها ل 7000 درهم صافي السيلو، يلا السلام عليكم، راه صافي في الضينه. فكنتمنى ان شاء الله خير، واقول لكم حياكم الله واسعد اوقاتكم ويوم مبارك سعيد الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.